في خطبة النفير العام الشهيرة اللي في مصر، هذه ما تدينك طبعا انت اللي مسميها النفير العام، ولا هي لم تكن كذلك؟ ما دعوت النفير العام. الحالة في سوريا لما قصر فيها السياسيون بدأت يعني تخرج من قبضتهم، وأصبح العلماء هم الذين يوجهون فيها، وبالتالي اليوم أعلن النفير العام للجهاد في سبيل الله دفاعا عن المغتصبات في سوريا، ودفاعا عن الأرواح التي تزهق، دفاعا عن المساجد التي تهدم. الوقت أنت كنت تبشر بالخلافة وتتحدث دائما عن الخلافة، وكانت لا لم أكن أفعل ذلك يا أخي. أنا سامع حديث خطبة الحديث واحدة سقط الحديث. أي طيب، سقط الحديث وكبروا الناس أحد الناس كونوا يكبرون، هذا من مسؤوليتي أنا. طيب. ثم تعود الخلافة على منهج النبوة فنحن اليوم ننتظرها. أقسم بالله أنها قادمة، أقسم بالله لكأني أنظر إليها بعيني الآن. وما يقع اليوم في بلاد الإسلام من تصفية ومن تضحيات ومن جهاد ومن اجتماع كلمة العلماء والمسلمين إلا تهيئة من ربنا جل وعلا للأمة لتكون أهلا لحمل الخلافة. رئيس الجمهورية استقبلك؟ لا رئيس الجمهورية عفوا رئيس الحكومة استقبلني. هذه الصورة شلون استقبل؟ جاني في المطار واستقبلني؟ لا ولا حضر معي محاضرة وسلم علي؟ هذه في محاضرة ولا رحت له في المكتب؟ بس لا ما رحت له في المكتب. هذا مش في القصر. ليست في المكتب. استقبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد العريفي الداعية السعودية والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود لشكره على الروح الطيبة التي بدرت منه تجاه مصر والخطبة التي ألقاها أمس في مسجد عمرو بن العاص. كما ثمن قنديل دعوة الدكتور العريفي للمستثمرين العرب بالقدوم إلى مصر لاستثمار أموالهم وإقامة المشروعات التي تساعد على حل أزمة البطالة بين الشباب المصري.